اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا صباح الفل عليكم، يا صباح الفل والياسمين على أحلى متابعيني. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى عايزين نتغدوا رنجة. النهاردة الجمعة، ربنا يجعلها جمعة سعيدة عليكم. جبت بقى رنجة. فالنهاردة لقيت ان فعلا يعني كل يوم بقى اكل وطبيخ وكده، فقلنا النهاردة رنجة بقى. رحت جبت رنجة. قلنا النهاردة بقى ايه، عيش لين ورنجة وبصل وخس. تغيير بقى كده بيبقى بصراحة تغيير فاصل بقى عن الطبيخ. فجبت الرنجة حطها تتشوي بقى كده، ما شاء الله يعني. ريحتها جميلة. هي بصراحة الرنجة اللي انا بجيب، المكان اللي انا بجيب منه ده احسن مكان عنده رنجة. فاغسل الخس بقى كويس كده، واهم حاجة تنظيف الخس. انا بغسله بقالي يعني كذا مرة بغسل فيه شوية خل كده، واغسل البصل كويس والخس. والرنجة بقى اتحط تتشوي بقى كده، واقعد اضير بقى فيها. لان بصراحة الرنجة ديت احسن من الفسيخ. بصراحة الفسيخ بيبقى ممكن يتعب شوية، لكن الرنجة بتبقى ملهاش اضرار زي الفسيخ. فقلنا النهاردة رنجة بقى كده. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا احلى متابعين. انا عايزاكم بقى كده، انتم مقصرين معايا ليه؟ في متابعيني حبايبي متقصروش معايا كده، وحطوا اللايك والاشتراك يا احلى متابعين. انا بجد والله يعني المشاهدات عندي قليلة على الفيديو خالص، فعايزاكم بقى شد حيلكم كده معايا يا متابعيني يا حبايبي يا احلى متابعين. هقطع بقى طماطم معاها. الرنجة عايزة طماطم وبصل وخس وحاجات من ديت معاها، يعني حاجات بتبقى خضار في ريحها كده. فقلت يلا بقى خلاها النهاردة، احنا صلينا الجمعة وبعد الصلاة بقى ايه، قلنا رنجة بقى، ناكله رنجة ونغيره بقى شوية. فقلت بقى اقطع شوية خضار كده معاها. والنهاردة بقى عندنا والله طبيخ في التلاجة عندنا والله بجد يعني. بس النفس بقى عايزة رنجة. قلنا لا، هناكله رنجة النهاردة. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا احلى متابعين. كده بشويها بقى، اهم حاجة انها تتفتح وتتشوي بقى، لونها يبقى احمر كده، وشويها يبقى لونها حلو عشان يبقى طعمها جميل. انا قاعدة بقول لكم بقى بعمل لكم كده ان انا بوضب بقى الرنجة ومتشمرة على الرنج ده. العيش بقى اللي احنا بيجيلنا من التموين ده عيش جميل، يعني عيش آلي. كل يوم بيجيلنا 20 رغيف. احنا مشتركين يعني في واحدة بتجيب لنا كل يوم الصبح 20 رغيف. والله حاجة العيش ده حاجة جميلة، يعني لين وطعمه حلو، بيجي سخن كده من الفرن. فقلنا النهاردة طالما في عيش لين يبقى ايه، خلاص بقى خلاها غدا النهاردة رنجة. فشوفوا بقى ال20 رغيف دولت، والله بجد ما بناكلوا يعني. الرنجة اللي بتخلينا ناكلوا عيش، لو مش الرنجة يا دوب بناخده مثلا رغيفين 3 منه. وطبعا عارفين الغدا لازم رز او مكرونة وكده. فهو النهاردة الرنجة قلت لا، انا نفسي اخلص العيش بقى شوي. فالعيش ده حاجة حلوة، ربنا يديمه نعمة علينا يا رب. كده بقى الشوت خلاص فتح ايديا، بس انا بحبها تكون مشوية جامد. متنسوش بقى تشتركوا مع طبخة هنية تكفي 100 يا احلى متابعين. جدعانوا بقى شد حيلكم معايا عشان المشاهدات عندي، والله بجد المشاهدات عندي نازلة خالص. مش عارفة ليه كده، من أول السنة الجديدة والمشاهدات بادئة عندي. عشان أنا كنت ممكن يعني عشان أنا كنت عندي برد وكده، وما عملتش فيديوهات فترة كده. فأنا رجعت لكم بقى، إن شاء الله بقى تنتظروا مني فيديوهات يا أحلى متابعين. وتشتركوا بقى، اللي مشتركش يشترك مع طبخة هنية تكفي 100 طنط هويدا سالم يا أحلى متابعين. النور قطع بقى الحتة دي بقى النور قطع عليها، يعني الساعة 2 بالظبط النور راح قاطع. احنا بيطفى عندنا الساعة 2 وبيجي
دلوقتي بقى ساعة واحدة، يعني كان بيطفي ساعتين، لا بيقطع دلوقتي ساعة واحدة. فهو دلوقتي بقى ايه لسه قاطع حالا. انا بنور لكم بكشاف الموبايل. الصورة بقى يعني برضو كويس ان النور قاطع والصورة بقى واضحة اهي. فانا قطعت البصل وغسلته بقى بليمون وبملح كده، يعني عشان البصل ده صغير ما يبقاش حراق. البصل الصغير ده والله انا يوم الاتنين لقيت البصل الكبير ب20 جنيه، ولقيت البصلة اللي هي رفيعة ديت كان بيقول لي اتنين ب25 جنيه. فبقى انا بنقي كده، قال بقول لكم ايه اقعدوا نقوا ب10. فحلو يعني بينفع والله، ومش حراق ولا حاجة. حطه منه في الشوربة، اعمل صينية فراخ اعمل منه حلو والله. فقال ب10، قلت له طب خلاص، انا بدل بقى ما كنت هاخد من الكبير كيلو ب25 او ب20، لا انا خدت 3 كيلو من ده والله طلع حلو. فكل حاجة بتنفع يعني كده. البصل بقى ما شاء الله احط ملح ياما، اغسله بملح ياما عشان ميبقاش حراق. وبعد ما اغسله بقى اعصر عليه ليمون، بيبقى طعمه جميل. لو كان فيه خل طبعا بغسله بالخل والملح، بس الخل خالص من عندي. كده بقى اغسله، اهم حاجة المية يتغسل كتير بقى، ما يبقاش حراق خالص، بيبقى جميل كده. خلاص خلصت شوي الرنجة، وعملت البصل والطماطم، وشوفوا لحد ما تفتح خالص. انا ما بعرفش اكلها الا لما احس انها اتشوت جامد، بتبقى طعمها حلو. إيه كده بقى، ايه رأيكم؟ طبخة سريعة ايه، طبخة سريعة بسرعة، اسرع طبخة. اتفضلوا الغدا معانا بقى، لانه احنا عندنا من احسن حاجة بيحبوها هي الرنجة والفسيخ والحاجات ديت، هو ده الاكل المفضل وبيحبوه. فاحنا بقى كده ما شاء الله خلصنا، وهحط براد الشاي، الانبوبة خالصة عندنا. فلما الانبوبة خالصة شجعتنا ان احنا نجيبوا رنجة، يعني ما كمان يعني الانبوبة خالصة، ما فيش غاز لسه ما جبش الغاز بتاع الانابيب ما عداش. فقلنا النهارده بقى يبقى ايه، هي الرنجة، مفيش غير رنجة بقى النهارده. اتفضلوا بقى الغدا معانا كده، والله بجد ريحتها جميلة جميلة. اتفضلوا بقى الغدا معانا يا احلى متابعين. نقعدوا بقى نتغدوا. الف سلامة، مع السلامة يا احلى متابعين.